السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم شهيوات منزلية. صراحة غبت بزاف على القناة، توحشتكم بزاف وتوحشت الوصفات والتصوير وتوحشت قناتي. صراحة هادشي كامل افتقدتو بزاف هاد الفترة هادي، وان شاء الله رجعت لكم من جديد بوصفات جداد، بطاقة جديدة، بوصفات سهلة واقتصادية. فقط نتمنى منكم انكم تشجعوني. هنا غادي نوجد معكم واحد المسمنات في الفرن، سجلوهم عندكم لرمضان، غادي ينفعوكم بزاف بزاف. سهلين اقتصاديين والصراحه كيجيو بنان بزاف. المهم هنايا في واحد البول درت جوج لايف ديال الفورس، زلافه ديال الفينو، شاصيه ديال الخماره، معلقه ديال العسل والملح، ودرت حتى معلقه ديال الخل. انا واقيلا قطعتها في التصوير. المهم ديروا معلقه ديال الخل في هذا العجين، كيعطيها واحد الهشاشه زوينه الصراحه. صافي كنضيف الماء عادي من الروبيني وكنعجن العجين عادي ديال المسمن. انا هنايا استعملت العجانه، يمكن لكم تستعملوا غير يديكم، انا غير كنت مزروبه شويه، داكشي علاش خدمت بالعجانه. صافي بعد ما العجينه ديالنا تعجنات مزيان ودلكات، صافي غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه، وغادي ندوز معكم باش نكملوا باقي المراحل. وهنايا بعد ما ارتاحت لينا العجين غادي ندوز باش نشكلها كويرات. الطريقه العاديه اللي كنديرو في المسمن، كن باستعانه بقليل من الزيت غادي نشكلو كويرات بهذا الحجم هذا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. صافي غادي نشكلو كويرات بحال هكا، وغادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه كامله ديال العجين اللي عندي بنفس الطريقه. صراحه هاد المسمنات هادو كيجيو رائعين جدا، كيجيو هشاش ومقرمشين. نتمنى انكم تجربوهم وغيوليو معتمدين عندكم. صراحه كيجيو رائعين جدا انا باقا كنشكر لكم فيهم. المهم راه كيجيو زوينين، غير جربوهم وان شاء الله غادي يعجبوكم. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نكمل هذا العجين ديالي كامل، غادي نقطعه وغادي نغطي هذا العجين ديالي بواحد البلاستيكه او بسلوفان، وغادي ندوز باش نوجد معكم الحشوه اللي هي حتى هي سهله واقتصاديه صراحه. هنا في واحد المقلاس عندي البصله مشلده رقيق كما كتشوفوا، واحد البصله كبيره، وفلفله حمراء، فلفله خضراء قطعتهم رقاق كما كتشوفوا مربعات رقيقه. عندي واحد الطريف ديال صدر ديال الدجاج حتى هو قطعته هكا مربعات رقيقه. ضفت شويه ديال الملحه، البزار، الزيت، الخرقوم، السكينجبير، المهم العطريه، هادشي اللي درت في العطريه. صافي غادي نشحر هاد المكونات هادو، غنشحرهم مزيان حتى غيدخلهم الطياب، وغادي نضيف عليهم واحد جوج حبات ديال الخيزو محكوكين في الحكاكه رقيقه بهذا الشكل هذا. صافي ونخلي الحشوه ديالي حتى طيب. غادي نستمر بحال هكا نحرك الحشوه ديالي ونخليها حتى طيب. وهنايا غادي نضيف ليها واحد الرشيشه ديال الزعتر. انا صراحه الزعتر كيعجبني في هاد الحشوات المالحين او المملحات، الا ما كنتوش كتفضلوه ديروا الربيع. هنايا واحد المرصو ديال الشعريه الصينيه حتى هو رطبته في الماء وضفته للحشوه، خليتها حتى بردت وقسمتها بهذا الشكل هذا. انا دائما كنقسم الحشوه بهذه الطريقه على عدد الحبات ديال العجين اللي عندي، باش كيجيني العبار هو هذاك، ما كتجينيش وحده خاويه وحده عامره. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نشكل المسمنات ديالي بهذه الطريقه كما كتشوفوا. صراحه الطريقه العاديه ديال المسمن اللي كنورقوا بها المسمن، فقط مع بعض الاضافات. هنايا عندي الزبده خرجتها قبل من الثلاجه، وعندي هنايا الدقيق والنشا، خليط ما بين الدقيق والنشا والخماره. تقريبا درت واحد 3 معالق ديال الدقيق، 3 معالق النشا، واحد الخماره، خلطتهم مزيان واستعنت بهاد الصفاي كما كتشوفوا، او بهاد الشبيكه هذه اللي كتعاوني هكا. كنوزع بطريقه متساويه فوق العجين. انا صراحه دائما كندير هاد الفكره هذه او الطريقه هذه، المهم اللي عجباتكم ديروها. صافي كندهن بالزبده بوماد وكنرش بداك الخليط ديال الدقيق والنشا وصافي، وكنربع المسمن ديالي الطريقه العاديه اللي كنربعوا بها المسمن. راه تبارك الله النساء المغربيات كلهم كيعرفوا المسمن، ما كايناش شي وحده اللي ما كتعرفش المسمن. المهم فقط كيبقاو بعض الاضافات والافكار اللي هكا كنتقاسموهم مع بعضياتنا. نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم وصافي. صافي كما كتشوفوا كنستمر بحال هكا، كنكمل الكميه كامله اللي عندي. غادي نربعها بنفس الطريقه، كندهن زبده بوماد وكنرش هذا الخليط ديال النشا والدقيق وصافي، وكنربعهم كاملين. وغادي تنكمل الكميه كامله ورجع لاول وحده
غادي نبدا نعمرها. المهم الا وصلتوا الاخوات لهنا الله يجازيكم بخير، ما غتخسر والو الا خليتوا لي واحد اللايك. الله يرحم لكم الوالدين. القناه راها بزاف بزاف هبطات في المشاهده وهبط فيها التفاعل. نتمنى انكم تعاونوني بلايك وكومونتير يكون زوين ولو بقليب او نقطه، فضلا منكم وليس امرا. وعلاش لا تبارطاجيو ليا القناه مع الاهل والاحباب. وشكرا لكم بزاف بزاف. والصراحه جميع الوصفات اللي كنحط في القناه وصفات اللي هي ناجحه وكنقدمها لكم من القلب. الحاجه اللي ما نجحتش معايا راه ما كنحطهاش نهائيا في القناه، صراحه ما كنحطش، واخا كنضيع في المقادير ما نبغيكمش نتوما تضيعوا فيهم. المهم نتمنى انكم تشجعوني. انا هضرت بزاف ودايز الفيديو ونسيت انني نشارك معكم الطريقه. المهم ما عليناش. هنايا بعد ما ربعت المسمن ديالي كامل كنرجع لاول وحده، كنحاول نطلقها مزيان. الوسط نخليه شويه غليظ والجناب نحاول انني نطلقهم مزيان مزيان نرققهم. كما كتشوفوا هنايا في الفيديو راه كنرقق داك الجناب مزيان باش ما يجيونيش، حيت هما اللي كيجيو من الفوق، باش ما يجيونيش داك المسمن ديالي معجن بزاف وتجي العضه فيها غير العجينه. المهم نتمنى انكم هذه القضيه هذه تركزوا عليها مزيان. الجوانب ديال العجين حاولوا انكم تبسطوهم مزيان او ترقوهم مزيان. صافي درت الحشوه، درت فوق منها شويه ديال الجبن، وكنحاول انني نجمع العجين بهذه الطريقه كما كتشوفوا. حاولوا انكم ترقوا، كنعاودها حاولوا انكم ترقوا العجين مزيان من الجوانب. صافي غادي نستف هذا المسمنه ديالي في اللاطه، ندهنهم بخليط ديال صفر ديال البيض. درت واحد شويه ديال التحميره، شويه قطرات ديال الخل وشويه ديال الحليب، وغادي ندهن المسمنات وغادي نفلحهم هكا بواحد الموس بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وغندخلهم الفرن يكون ساخن مزيان، شاعله عليه من التحت حتى كيطيبوا من التحت. ومن بعد غادي نهبطهم يتحمروا من الفوق، كيجيو رائعين جدا. نتمنى انهم يعجبوكم هاد المسمنات هادو، جربوهم، انا اكيد اكيد غادي يعجبوكم وغيوليو معتمدون عندكم. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.